الو. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. الدكتورة سارة الحيوانات البيطرية. اه يا فندم، مين معايا؟ أنا محمود اللي كنت عند حضرتك بالكلب البيتبول من حوالي أسبوع. مش حضرتك برضو الفرع بتاع شبرا؟ اه يا فندم. تمام. طب أنا دلوقتي المشكلة بتاعت الكلب لسه موجودة زي ما هي، الكلب لسه برضو النتاية ما. انت ايه مشكلة الكلب عندك؟ بصي حضرتك، هو أنا جايب عندي في البيت يعني عندي 3 كلاب، التلاتة نفس النوع، التلاتة بيتبول، واحدة امم. نتاية ودكرين. هما مش اه. دكرين يعني، بس هما ايه مشيهم دكرين. المفروض ان يعني ايه مش النتاية. ذكرين؟ افهم حضرتك دلوقتي. امم. الكلب في فترة التزاوج بتاعته المفروض ان النتاية بتبقى قبلها حيضة، طبعا دي كلنا حاجة عارفينها كلنا يعني. امم. فالنتاية بتبقى حيضة والكلبين موجودين قدامها ويسيبوا النتاية وينطوا على بعض. بتهزر؟ ما ده طبيعي ده. طبيعي ان ذكرين ينطوا على بعض، ذكر وذكر. النتيجة بتبقى معاهم ولا النتاية بتسيب الذكرين معاهم. مع بعض؟ لا، ما ده انا سايب النتايه يعني. اقول لك انا على حاجه تانية مثلا، ساعات امم. افصلهم عن بعض، يعني اخلي النتايه وذكر لوحدهم على جنب وافصل الذكر التاني دوت بعيد عنهم بحيث ان هم الذكرين طيب ما ينطوش على بعض. شاطر. ايه اللي اه. بيحصل بقى؟ النتايه بتنط على الذكر. بتنط عليه ازاي يعني؟ بتنط كانها هي اللي كانها يعني. اه. لا، فاهماني انا هي. اول مرة اشوف الكلام ده بصراحة. ما انا كنت قلت لحضرتك قبل كده، قبل ما اشتري الذكر التاني دوت كنت جيت لحضرتك من اسبوعين لسه امم. شاريه، فانا مش عارف بقى من ساعه ما الذكر ده ما جه. ولما جبت الذكر التاني برضو نفس الموضوع؟ الذكر التاني بقى اغرب، الذكر التاني بيجي ينط عليها بس في دماغها. مش فاهم ليه بيفضل ينط في دماغها، ينط يديها في دماغها، شغال امم. دق في دماغها بس. فانا دي برضو لا. مستغربها، افضل طيب اشيله. هات الكلاب وتعالى العيادة عندي ما وأبصلك علشان عليهم. انا انقل 3 كلاب من عندي لحد عند حضرتك مشوار، وغير كده وكده انا ممكن مثلا ابقى لو في اي نصيحه تقدمها لي في التليفون انا هنفذ، يعني عايزاني اعدله له واركبه له. تمام. عايزاني امسك يعني اظبط له النتايه، ما يعني ما عنديش اي مشكله، بس هي عشان الفتره ديت النتايه حايضه خلاص يعني، عايز استغل. مم. طب فاهماني. أنا عندي كلب حلو في العيادة، ممكن تيجي ونططك؟ خليه يتنطط. كلب بيتبول برضو. اه اجيبلك اه. بيعرف ينط اهم حاجه. أكيد أنا مجرباه قبل كده. تمام. طب انت اللي جربتيه. اه مجرباه اه. طب تمام، اللي هو جبتي كلب تاني يعني وهو جرى عشان بس دماغي ما تروحش لبعيد ولا حاجه. جبتي كلب تاني وهو اه أي فندم، كان دماغك ذكر رايحة برضو. فين؟ أنا عندي الذكر وهات النتاية. يا اما طب ما كده هيبقى الموضوع فيه ولدة، يبقى انا كده اشتريت الكلب التاني ده ليه، ولا الكلب الاولاني اللي كان معايا الدكر دوت سايبه ليه؟ يعني انا جايب 2 خولات في طيب البيت. انت عاوز تعالجه يعني؟ اه، عايز اعرف المشكلة دي. اصل المشكلة دي حصلت معايا زمان برضو وانا صغير، فانا مستغربها لحد دلوقتي يعني، وانا صغير شفت ايه كلبين. كلب نط اه؟ لا،